وتستمر مهزلة التحكيم في القارة الإفريقية. بطلها هذه المرة الحكم الليبيري أزيك مونكومبرا الذي خطف الأضواء بقرارات جائرة رجحت كفة الفريق المالي لأونس كرياتور على حساب نهضة بركان في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. والحالات كثيرة. أخطاء بالجملة تحتسب لصالح الفريق المالي. أزيد من 8 دقائق إضافية تمنح للفريق المضيف لتحقيق ما عجز عنه طيلة المباراة، والأدهى أنه لم يتم الإعلان عنها في اللوحة الإلكترونية كما في جميع مباريات كرة القدم عبر العالم. إنجاز آخر ينضاف إلى سجل التحكيم الليبيري في هذه المباراة عدم السماح للاعب الهدودي الذي أصيب في الشوط الثاني بكسر في الأنف باستئناف اللقاء حتى بعد تلقيه العلاجات الضرورية في وقت حاسم من المباراة. الدقيقة 98 تشهد حالة تحكيمية تستحق أن تدرس كأسوأ القرارات منذ أن رأت لعبة كرة القدم النور. كرة تخرج إلى التماس وأخرى في طريقها إلى المرمى نفذت من مكان آخر بمباركة من الحكم، وعلى إثرها سجل فريق لأونس كرياتور هدف الفوز والتأهل. احنا تغلبنا على الحراره، تغلبنا على اللياقه البدنيه، كنا اقوى من الخصم جميع النواحي الا في التحكيم. في التحكيم الشوط الثاني تغير الحكم ولا كيحيد لنا جميع الكرات اللي مشينا بهم الشبكه الا كنشوفوا الحكم الشرط كيرفع اون دو فيها اوف سايد. من بعد ولا ضربه خطا قريبا العمليات. الدقيقه 90 سالات المقابله الا نتفاجئوا باننا لعبنا ما يفوت 57 دقيقه وراء في الشوط الثاني، وتمشي عند الحكم الثاني تنقول علاش ما رفعتيش يعني التوقيت، تيقول لي الريفيري سونترال. بالطبع ما عرفتش انا غادي غيبقى يدفعوا فيهم تيسجلوا علينا. خيبة أمل النهضة البركانية زاد من حدتها اعتداء الجمهور على بعثة الفريق والطاقم الإعلامي فور تسجيل الهدف، بالإضافة إلى اعتداء الطاقم التقني للفريق المالي على اللاعبين. الحكم اللي كان نجم مقابلة نورمالمون كنا كملنا في لاعب كرة القدم العادي كنا دينا المقابله وربحنا، ولكن الحكم خاصو يلبس التوني ديالهم وصافي. ضربه الدقيقه 90 وباقي ما رفعش اللوحه ديال سميتو، وزائد 9 دقائق ولا مع 10 دقائق ولعبنا حنا الاشواط الاضافيه. راه ما عملناش اللقاء هذا، راه اشواط اضافيه. ما يمكنش نربحوا لاعبين والحكم كيصفر لهم اشاك فوا دي كوفرون المهم دي فوا استفزونا، فما يمكنش لو طون تسالى وزاد 8 مينوت وبيان 9 مينوت، فما يمكنش لافريك وابخي الفوتبول وبزاف ديال الحوايج كاين لو كوتي هيومان، فاحنا الناس ما تعاملوش معنا بواحد الطريقه مزيانه وخلاونا اننا ناخذوا اون موفيز ديماج على لافريك. تصرفات لا مسؤولة وأخلاق لا رياضية أبان عنها الفريق المضيف الذي كان شعاره الفوز وبأية طريقة، ويبدو أنه كان شعار الحكم الليبيري أيضا. انحياز مفضوح كان يخشاه المدرب طالب الذي خبر الأدغال الإفريقية، وظن عناصر الفريق الذين يشاركون في المنافسات الإفريقية لأول مرة أنه أصبح أمرا متجاوزا ووحده العطاء يصنع الفارق، لكن ذلك كان قبل المباراة. الفريق المغربي تحدى كل ذلك وحاول منذ بداية اللقاء أن يمتص حماس الفريق المالي الذي بادر إلى الهجوم خلال 20 دقيقة الأولى، لتتحول المباراة بعد ذلك إلى سجال بين الطرفين. في الشوط الثاني اعتمد فريق نهضة بركان على الحملات المرتدة، بالمقابل محاولة خطيرة من الفريق المالي اصطدمت بدفاع منظم ويقظة الحارس. وفي حدود الدقيقة 98 فريق لأونس كرياتور يسجل هدف الفوز بعد أن استفاد من وجود كرتين في أرضية الميدان والنقص العددي للنهضة، لينتهي بذلك آخر فصل من فصول مهزلة التحكيم في هذه المباراة. رغم مرارة الإقصاء إلا أن النهضة البركانية قدم مباراة تليق بسمعة كرة القدم المغربية، ونتساءل ما إذا كان أداء وقرارات الحكم الليبيري تليق بسمعة الكونفدرالية الإفريقية.
ربما سي عبد الرحيم من خلال الروبورتاج شفنا يعني الادغال الافريقيه معروفه بهذه الامور اللي شفنا في الروبورتاج، ربما كذلك عامل الخبره والتجربه اللي خانت لاعبي فريق النهضه البركانيه الى جانب التحكيم والجمهور والى غير ذلك. اولا وانا كنشوف كنتفحص هاد الصور رجعت الى المأساة تاع البارح، فما يمكنش تربح امبوسيبل. لو كنا ربحنا كنا شي واحد حنا عطاهم الفوز ب 7-0 وشفتوا الحاله الهستيريه اللي خدات لانهم تعذبوا. ما يفوت تقريبا 9 دقائق ولا 10 دقائق في الشوط الثاني دخلنا المستودع ساعتين وحنا في المستودع، الاحجار يعني الضرب حتى الكاميرامان ضربوه. دونك سيتي امبوسيبل. انا ما كنظنش ان التجربه خانتنا، العكس كنا مسيطرين على اللقاء كيف بغينا حنايا. جاتنا عده فرص، الفرصه جات انغولا حسبها اوف سايد وكشتي الكره هو اللي راوغ، عده فرص اخرى. الكره اللي تسجلت علينا ضربنا العربي ضرب الكره للشرط، الفرق صعب باش يلعب في الامام الا كنتفاجئوا باللاعب خدا كره اخرى ولعب ورانا وهذاك هو الاصابه اللي سجلوا واللي جاتهم سجلوها. التحكيم ما كنظنش ان ما شافش، لانه استفزنا في الشوط الثاني كله، غمض عينيه على عده كرات، بغى يخسرنا باي طريقه. ما كناش يعني ناقصين لا تجربه، تغلبنا على كل شيء بحكم تجربتي المتواضعه اللي عشتها في افريقيا. جي ترونسمي الميساج للدراري، ف كنهنئهم من هذا المنبر، كانوا فريمون دي زوم، ils ont défendu les couleurs nationales. لعبنا مباراه كاننا فريق وطني، وهذا هو الميساج اللي داز. لكن ما يمكنش تربح في هذا الظروف هذه. اكيد عبد الرحيم سجلتوا اعتراض تقني على حكم المباراه. ما كاين حتى واحد. حنا خرجونا البوليس، الشرطه اللي خرجونا ساعه حنا في الملعب. هذاك صاحب بدله الصفراء امام الجميع جا ضرب عزيز الوجه ديالو، ضرب جميع اللاعبين، جا بغى اتاكي الستاف ديالنا. اوغوزمون مشى الامباسادور كان تما، الشرطه بحال احترمته وجات خرجتنا من الملعب.